مرحبا عبد الرحمن. ما نتحدث عنه حتى الآن كيف يؤثر على يعني هذه النتيجة للمباراة على خطط الفريقين فيما يتعلق بالانتقالات؟ صحيح يا سحر، من البدايه طبعا في حاله طرد لنواف العجيدي زي ما قال عبد الله حارس مرمى النصر. كان نادي النصر بيخطط انه حارس مرمى البرازيلي بنتو ربما يرحل الى جنوا الايطالي او لديه عروض من اوروبا. فالخطوه الاولى اصبح النادي ملزم انه الحارس يكون موجود في المباريات القادمه، بحكم انه ما فيش حارس بديل يحل محل نواف العقيدي في في ظل الجاهزيه يعني والحاجه اليه، وبالتالي هي صفقه كان المفروض هتتم فستتوقف بالتاكيد. اداره نادي النصر في انه المدرب جيسوس خرج من خلال الاسبوع الماضي وقال انه ما فيش ميزانيه علشان التعاقد مع اللاعبين، رغم انه هو طبعا طلب حوالي 3 لاعبين لدعم صفوف الفريق. ربما مع النتائج الحاليه والتراجع الكبير في اخر المباريات تجد طريقة أو وسيلة ما لدعم صفوف الفريق وعقد صفقات جديدة. الهلال يسير بشكل جيد بالتأكيد في عقد الصفقات، حتى الآن ضم لاعبين وجاري ضم المزيد من اللاعبين، وبالتالي المباراة تأثيرها هيكون ليه تأثير كبير أكيد على خطط الفريقين في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.